ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل البوريك باللحمه المفرومه بطريقتين هيعجبوكي جدا ومش هياخدوا معاكي وقت خالص. هنعمل صينيتين. الصينيتين محتاجين لهم كيلو لحمه مفرومه، بصلتين وسط مفرومين، وفلفلتين انا عاملاهم مقطعاهم صغير خالص واخداهم سبايسي شويه. لو عايزه فلفل عادي براحتك. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وتوابل لحمه، كل حاجه معلقه صغيره، وبيضتين، وكوبايه لبن، وكوبايه سمنه او زبده سايحه. والتزيين الوش هناخد حبه البركه وسمسم بس. كده بقى باقي الجلاش بتاعنا انا مستخدمه لفتين جلاش لاني عملت صينيتين. العصاج هنبدا نعمله الاول، معلقتين زيت ومعلقتين زبده وعلى النار، وهحط البصل. طبعا البصل مش هياخد لون خالص، هو بس مجرد ان هو يدبل ولونه يبقى شفاف شويه كده. اقلبه بحوالي 5 دقايق واحط له اللحمه هقلبها مع البصل لحد ما اللون البينك طبعا يغير. انا ما بتبلش اللحمه دلوقتي، بحط لها الملح والفلفل لما لونها يبقى كده. حطيت بقى الملح والفلفل والبهارات اللحمه كل حاجه معلقه صغيره واقلبها كويس 5 دقايق على النار كده تنزل ميتها. وبعدين هديها كوبايه ميه علشان تستوي كويس، وغطيتها وسبتها 5 دقايق على النار هاديه لحد ما استوت. بعد ما استوت حطت لها الفلفل، انا مقطعاه صغير خالص، وزي ما بقولك انا مستعمله فلفل سبايسي. براحتك، عايزه تستعملي سبايسي او تستعملي عادي، قطعيه صغير كده وحطيه عليه. نقلب بقى الفلفل كويس مع العصاج كده دقيقه واحده، وننزل بقى خلاص من على النار كده. خلاص اتعمل. اسيبه بقى يبرد 5 دقايق قبل ما نستخدمه. بعد كده البيضتين حطيت عليهم رشه فلفل اسود كده، وبمضرب البيض تقلبيها كويس قوي علشان ما يبقاش فيها اي حتت كده تبان على وش الصينيه. قلبي البيض قوي، وحطي عليه كوبايه اللبن وكوبايه السمنه، وقلبيهم كويس بالمضرب لحد ما يتخلطوا في بعض كويس. وبعدين هتحطي معلقه دقيق واحده وتقلبيها برضو كويس عشان ما يبقاش فيها اي حاجه متكتله. خلصنا كده. الصواني اللي هنستخدمها هندهنها سمنه او زبده. بعد كده بقى دي لفه الجلاش بتاعك. لو الورق رقيق قوي استخدمي كل 4 ورقات مع بعض، لكن لو الورق تخين شويه استخدمي 3 كفايه. انا استخدمت 3. وتلفي الجلاش بفوطه نظيفه او تلفيه بكيس نايلون كده وتركنيه علشان ما ينشفش منك وانت بتستخدميه. اخدت بقى اول 3 ورقات، هتتني بقى الورقه كده وتبلي بين كل ورقه والتانيه بالفرشه كده بالخليط اللي عملناه البيض واللبن، وتعملي الورقه التانيه وبرضو تدهني كده تاني. هتعملي كده في الجنب ده وبعدين الجنب التاني برضو. دي احسن طريقه انك تعملي بيها الجلاش من غير ما تشيلي الورقه خالص وترجعيها تاني. تعملي الجنب ده الاول وبعدين الجنب الشمال تاني. دهناه بقى كويس كده. هنحط له العصاج، وكتري بقى العصاج شويه، يعني اديله بقى شويه. لو تحبي تحطي مع العصاج ده حبه جبن او فلفل الوان. انا حبيت اعمله ساده خالص بس كده بالفلفل الاخضر وبس، لكن ممكن انتي تضيفي بقى جبن او زي ما بقولك فلفل الوان، تضيفي اي نوع خضار، تضيفي جزر، يعني زي ما تحبي. تلفي بقى الرولة كده، وقبل الاخر تدهني بالفرشة كده من اللبن والبيض علشان نلزقه كويس. واقفلي بقى الجناب الاتنين كده وانقليه على الصينية. خلاص، بسيطة خالص بالشكل ده. كل اللي هنستخدمه بقى هنعمله بنفس الطريقة. يعني انا عاملة صينية مستطيلة وصينية مدورة، سواء للمستطيلة او للمدورة انت هتعملي الرولة بنفس الطريقة كده. نعمل كده ونحط في الصينية. الصينية المدورة طالعة شكلها في التقديم احلى، يعني هو نفس الطعم دي زي دي، بس في التقديم المدورة عجبتني اكتر.
شوفي بقى، هتاخدي الرول عادي وتبدأي كده في الصينية، تاخديها من الجناب الأول وتلزقيه في بعضه كويس كده بالطريقة دي. هنقص بقى حتة على قد الحتة اللي ناقصة دي اهي. هنعمل بقى كده لحد ما نقفل الصينية كلها، ما يبقاش فيها اي فراغات بالشكل ده. اخر واحدة بقى دي هتملى كل الفراغ اللي في الصينية. بس كده شكلها جميل قوي. هنقطعها طبعا قبل ما تدخل الفرن بالفرشة بقى كده. اسقيها بالخليط بتاع اللبن والبيض، بس اسقيها كتير، يعني مش هتدهني دهنة خفيفة، لا اسقيها كتير. وهنركنها بقى مش اقل من ساعتين. هنقطع برضو الصينية التانية كده بالشكل ده، ونسقيها برضو باللبن والبيض. وزي ما بقولك كتري اللبن والبيض عليها قوي. وبعدين هنرش لها بقى رشة السمسم كده على الوش، ورشة حبة البركة، ونركنها زي ما بقولك ساعتين أو 3 قبل ما تدخل الفرن. خلصنا كده الصينية دي. هنسقي برضو الصينية التانية بنفس الطريقة. نسقي الصينية كده واسقيها جامد كده، شربيها كويس. وبعدين نرش لها برضو السمسم وحبة البركة. وركنتهم بقى، أنا ركنتهم ساعتين. بعد كده الفرن تسخنيه على درجة حرارة 180. دخلناها على الرف الوسطاني. أخدت حوالي نص ساعة و5 دقايق الشواية للوش. بعد ما يطلعوا غطيهم واركنيهم نص ساعة قبل ما تقدمي. ركنتهم بقى نص ساعة، وبعدين شايفة شكلها لذيذ قوي. بقولك المدورة شكلها حلو قوي في التقديم، يعني هو اي نعم نفس الطعم، بس دي لا، دي شكلها احلى في الطباق كده. غطيناهم بقى وسيبناهم نص ساعة. بعد كده نقطعهم بقى تاني كده كويس ونقدم. خلاص بألف هنا، هتعجبك جدا جدا. نقطعهم بقى كده تاني. شايفة بقى شكلهم مقرمشة كده من بره، ومن جوه طرية ولذيذة قوي. شايفة بقى شكل الصينية المدورة، شكلها طالع حلو قوي. ما خدتش معانا وقت خالص، ولذيذة وحاجة حلوة كده على السفرة. بألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.